عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بسعادة يا رب. تعالوا كده نبدأ مع بعض نحضر الفطار على طول. اول حاجة قلت على طول هبدأ بالمشروب. هعمل النهاردة صوبيا، فجبت كوباية لبن حطيتها في الخلاط وهبدأ احط صوبيا. دي صوبيا اللي هي عمان، احلى صوبيا موجودة على فكرة في السوق دلوقتي هي عمان دي. بحط كده معلقتين ونص او يعني معلقتين ونص مش مليانين، او معلقتين هرميين مليانين. تمام. وبعد كده هبدأ احط السكر. طبعا السكر ده على حسب رغبتك، وهزود بقى مية. ممكن كمان تحطي فانيليا بتعزز النكهة، بس بصراحة بتاعت عمان مش محتاجة يعني. المهم زودت المية اهو كده وهضربها في الخلاط. تقدري برضو تحطيها في الازازه وترجيها لغايه ما كل حاجه تدوب، بس انا بستسهل وحطيتها بحطها في الخلاط يعني. حطيتها في الخلاط وضربتها وجيت اهو حطيت بقى ايه قمع كده في الازازه، وبدات اللي انا احط الصوبيا بتاعتي. وكده انا خلصت اول حاجه عملتها المشروب وخلصت منه، لان بعد كده الوقت ممكن ياخدنا ما الحقش اعمل. تاني حاجه هعمل بقى سلطه الطحينه. كان عندي شويه طحينه كده باقيين عندي، فقلت هعملهم بقى. حطيتهم كده في الطبق زي ما احنا شايفين. اعملها بطريقة بسيطة وما تاخدش وقت معايا. والمنقوع ورا ده نص كوباية برغل، وهقول لكم هعمل بيه ايه دلوقتي. المهم هحط على الطحينة كده ملح، وكمان هحط خل. ومفروض تحطي ليمون، بس انا بصراحة الليمون كان خلصان فما حطيتش. وهنا حطيت توم باودر، بدل ما احط بقى فصوص توم او اقطع توم او توم مهروسة او كده، استسهلت وحطيت توم باودر. وهحط كمان كمون. وخلاص على كده مش هحطه، مش بحط لها فلفل يعني، مش دايما بحط لها فلفل. وهحط بقى شويه ميه سخنين وابدا ايه اضرب الطحينه. بحط شويه ميه في شويه ميه، لان هي طول ما هي تقيله تقدري تعالجيها، انما لو خفت مش هتقدري تعالجيها، خصوصا لو ما عندكيش طحينه تاني كده زي حالتي. فاهو بقيت بحط شويه بشويه لغايه ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. وخلاص جهزت معايا، وهشيلها بقى لساعه الفطار. بعد كده جبت بقى بطاطس، وقلت ايه هقطع كده بطاطس عشان اعمل بطاطس محمرة. فهنقشر كده البطاطس مع بعض. دي طلعت بقى فيها بطاطس تحمير وبطاطس مش تحمير. عرفتها ازاي؟ طبعا لما اتحمرت بقى ايه عرفتها يعني. المهم قشرت كده البطاطس. وطبعا هقطعها بقى صوابع عشان اعملها بطاطس محمرة عادي. وهنقعها في مية لغاية بقى مبدأ اللي انا اقليها. انا هحطها في الاير فراير، مش هقليها في الزيت. خلاص كده ركنت بقى، كنت البطاطس على جنب. دول بقى قطعت كده، دول 4 بصلات صغيرين مش كبار. وبدأت اللي انا اضربهم في الكبة. اهو كنت بوقف الكبة وارجع اشغلها تاني عشان احرك البصل كده عشان كله يتضرب. احنا هنعمل ايه النهاردة الفطار؟ هعمل النهاردة حواوشي. ده بالظبط حوالي ربع كيلو لحمة مفرومة، ويمكن اكتر حاجة بسيطة قوي يعني، بس هو ربع كيلو. ده بقى البرغل اللي كنت نقعاه زي ما قلت لكم، ده حوالي نص كوبايه او ربع كوبايه كمان. ونقعته في ميه. ما بتحطيه في ميه طبعا ايه بيزيد حجمه، فببدا ان انا بقى اصفيه من الميه كده واحطه على اللحمه بتاعتي. احنا عايزين نزود كميه اللحمه، وفي نفس الوقت نزودها بحاجه مفيده، حاجه ما تضرش. ما اقدرش ازودها بكوبايه بقسماط، هيبقى كتير قوي زي ما الناس بتعمل. لا، البرغل حاجه مفيده ومش مضرة، وبالعكس من الحبوب اللي هي مفيدة جدا. قلبت بقى البرغل على اللحمة، وبعدين حطيت البصل اهو مع اللحمة. وهبدأ ان انا اقلبهم كده مع بعض. وطبعا عشان اعمل حواوشي لازم العجينة بتاعة الحواوشي دي تكون ناعمة جدا. فهعمل ايه؟ هبدأ بقى اخد اللحمة واضربها في الكبة. انا هاخدت طبعا هاخد جزء جزء. خدت اول جزء وحطيته في الكبة كده، وهبدأ ان انا اضربها. ضربت بقى بالكبة دي كده زي ما انتوا شايفين. ما حسيتش انها ادتني القوام اللي انا عايزاه. لا، برضو ايه خشنة شوية، والبصل ما باين برضو وانا مش عايزاه يبان.
تمام. فضربت اول قطعة دي في الكبة ما عجبتنيش، فبصراحة طلعت الكبة التانية وضربت فيها، بس المقطع ده ما تصورش معاكم. هوريكم شكلها بقى كلها بعد ما ضربتها في الكبة التانية. بصوا هنا، بصوا الضرب ما كانش عاجبني خالص، وعلى البصل هنا وزي ما هي. فرحت مطلعه الكبه التانية بسرعه، لو حاولت اضربها تاني نفس النتيجه. فخلاص قلت لا بقى، انا هطلع الكبه التانية، لان خلاص الوقت بدأ كمان بيجري مني. المهم طلعت الكبه التانية وضربتها، وادي شكل اللحمه اهي بعد ما اتضربت. بصوا ناعمة ازاي. بعد كده هجيب بقى 2 طماطم واقطعها قطع صغيرة، وكمان لو عندك فلفل رومي تقدري تقطعي برضو عليها، او لو فلفل حامي برضو تقدري تقطعي. أنا ما كانش عندي فلفل رومي، ما حطيتش فلفل حامي بصراحة عشان الولاد. المهم قطعت كده الطماطم، وتقدري تستغني عن الطماطم برضو، يعني انا ساعات بعمل حواوشي بطماطم وساعات بعمله من غير. المهم قطعت قطع صغيرة كده، وجيت في الاخر بقى الطماطمية التانية كنت زهقت مني، فضلت اقطع قطع صغيرة، فالقطعة كبرت مني شوية يعني. بس عادي، ما جراش حاجة وما بنتش وما كانش فيه اي حاجة. ادي اهو الطماطم. هبدأ بقى اتبل بقى اللحمة بتاعتي. حطيت بحط ملح اهو، وكمان هحط فلفل اسود، وهحط بهارات لحمة. تقدري كمان لو عندك بقى بقدونس، قطعي كده نص حزمة بقدونس وحطيهم عليها برضو، هتبقى حلوة قوي. انا ما حطيتش بقى، هنا حطيت زي ما قلت لكم ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة، وهزود كمان شوية كمون وشوية توم بودر صغيرين مش كتار، وممكن برضو تحطي كزبرة. يعني انا بقولك اللي عملته، بقولك الحاجات اللي ما عملتهاش وممكن تعمليها. اهو ده كده شوية توم باودر صغيرين، ودول الكمون. وهبدأ اقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض عشان اللحمة كلها تتبل. بعد ما تبلت تعالوا بقى نبدأ نحشي كده مع بعض جزء كده عشان اكمل بقى بعد كده الباقي. انا قطعت العيش انصاص بصراحة عشان الولاد يعرفوا يمسكوه. اهو اخدت قطعة لحمة كده وكورتها زي ما شفتوا، وفردتها جوه الساندوتش، ودي شكلها. نعمل واحد تاني مع بعض. انا في الوقت ده بقى كنت دخلت البطاطس او الاير فراير عشان تتحمر. برضو القطعة التانية اهي. بس كده كملت بقى باقي الكمية وحطيتها في الصاج. المقطع ده للأسف ما تصورش، دهنته زيت وحطيت الحواوشي عليه وش وظهر كده اتحمر، يعني اخد من الزيت، ورحت مدخلاه الفرن، وشكله هو زي ما وريتهولكم، استوى ومقرمش وتحفة. سلطة الطحينة، وادي البطاطس المحمرة. بصوا بقى شكلها، هتلاقي بطاطس متحمرة كويس وبطاطس محمرة شوية، دي اللي هي مش تحمير. وطبعا المشروب بتاعنا كان الصوبيا اللي قلت لكم عليها وعملناها مع بعض في اول الفيديو، وكمان سلطه الطحينه. لو انت لسه معايا لغايه دلوقتي في الفيديو والفيديو عجبك، يا ريت تحطي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه مش مشتركه معانا، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات كتير ان شاء الله مع بعض. ويلا سلام عليكم.